يا جماعه الناس اللي ما عندهاش دم اللي شمتانه شمتانه ليه؟ انت شمتان على ايه يا ابني؟ ده انت خارج من البطوله بجون، جايب جون في البطوله ولا جونين في البطوله، وخارج من منتخب موريتانيا مع احترامي ليه يعني، فشمتان على ايه؟ يعني منتخب المغرب مش في يومه خالص، زياش مصاب وبوفال مصاب وضربة جزاء تضيع من حكيمي وتيجي في العارضة حتى مش حارس المرمى يصدها، التحكيم مش عاجبني نهائيا، مش يوم المنتخب المغربي، وفي الاول وفي الاخر هي حاجة تخص المغاربة، فانت كواحد خرجت من البطولة اصلا بجونين وخارج من موريتانيا، فانت فرحان بايه؟ ونقطتين، خارج بنقطتين، فانت فرحان بايه؟ وش عمال تبعت لي في رسائل انت وهو وتشتمه يعني مش عارف حبيبي، خليك في فريقك اللي روح من اسبوع ده، يعني خليك فيه احسن. المغرب ان شاء الله راجع، انت كمغربي ارفع راسك، انت راجع عندنا بطوله في يناير الجاي في المغرب ان شاء الله، ان شاء الله لينا عوده فيها ان شاء الله، البطوله اللي جايه في المغرب. انما دلوقتي احنا كل اللي هنقوله هنتكلم احنا بقى في اللي يخصنا، انما انت واحد بره الموضوع خالص، مالكش علاقه، تعبان في دماغك، خارج من البطوله من شهرين، ما تتكلمش معانا وما اعرفش انت شمتان على ايه. واي واحد شمتان في المغرب بني ادم عنده نقص، عشان عنده نقص في الحياه، لانك لما تبقى بني ادم تشمت في شخص ناجح يبقى انت عندك مشكله نفسيه محتاج تعالجها. حكم ماتش المغرب وجنوب افريقيا، انت قسما بالله تروح تبيع حرنكش، والله العظيم حمو الشام حلبسه. لا انا اول مره اشوف في حياتي حكم يدي طرد اللعيب ويروح يتاكد منه في الفار بعد ما اداله الطرد. لو انت كده احنا ما فهمناش ان انت بتضيع في وقت، ده اول حاجه. تمام. تاني حاجه، قسما بالله قسما بالله قسما بالله انا من اول البطوله والله العظيم عمال اقول لهم يا جدعان البطوله دي قسما بالله بيحصل فيها حاجات غريبه مع الدول العربيه كلها، والله العظيم بلا استثناء في حاجه غريبه في البطوله دي. ايه هي؟ الله اعلم. ممكن اكون انا بيتهيألي، ممكن عادي، ممكن يكون انا بيتهيألي. والله هالدموع اغلى عندي من البطوله هي كلها. والله انتم عملتوا شيء يا اسود الاطلس، والله الرابع على العالم. هاي جنوب افريقيا نفسها خرجت من الدور الاول لما استضافت البطوله افتقدت الى المغرب، والله افتقدت اليكم، انتم بطلها المتوج. سوء حظ كبير اصادفنا اليوم، وضربه الجزاء اولى على الزرزوري، الحكم ما احتسبها وضوح الشمس. يا الله يا الله، واحد بيشوف الشمس وبيشوف هالضربه الجزاء. لا الوم بس اشرف حكيمي، ولا انه الظروف الرطوبه على ظروف الحشرات على ظروف الحراره العاليه. والله انتم يا اهل المغرب، والله يا اهل المغرب بنظرنا انتم ابطال هذه البطوله. صح البطوله اشتقت اليكم من زمان، المغرب ما سجل حضوره كاول هذه البطوله، ولكن هن الخسرانين صدق الله. ما انجزتموه العام الماضي بس، ولكن في شروط صحيه، شروط ممكنه لكره القدم. 1000 مليار هارد لك يا حبيبتي. Je suis pas supporter marocain, mais toi là, t'as du sang sur les mains. Si aujourd'hui le Maroc ils ont perdu 2-0 contre l'Afrique du Sud, c'est sa faute. Le penalty non sifflé, les fautes d'arbitrage graves. L'arbitrage aujourd'hui, il était pour l'Afrique du Sud, pas pour le Maroc. Et vous me connaissez, hein. Moi, avec les vidéos que j'ai fait par rapport au Maroc, les Marocains ils m'aiment pas, mais je m'en fous. Là, c'est la réalité. Je défends la réalité. Tu les as volés. Si le Maroc ils ont perdu, c'est de sa faute. Est-ce que vous avez vu le match? C'est grave. Des erreurs d'arbitrage graves. En fait, j'ai capté. Ils voulaient faire sortir toutes les équipes du Maghreb. Tous. L'Algérie, les erreurs d'arbitrage graves. La VAR. Le Maroc, pareil. Mais c'est du jamais vu. Cette équipe, elle était destinée pour partir loin. Et t'as brisé leurs rêves. Brisé, t'as tout brisé. J'ai qu'une chose à dire, hein. J'espère que justice sera faite. Parce que là, c'est un vol. Je vous envoie toute ma force, les frérots marocains. Vraiment, je vous envoie toute ma force. Même si je sais que vous m'aimez pas, etc. C'est pas grave. Je vous envoie toute ma force. J'espère que ça va aller. Et courage. Voleur. بطولة أفريقيا السنة دي مش عايزة تخلينا نمشي بالمنطق تماما. بطولة المفاجآت حرفيا، ومن أجمل وأمتع البطولات القارية اللي أنا شفتها في حياتي. يعني احنا كنا بنقول كأس العالم اللي فات كان فيه مفاجآت، ولكن البطولة دي بتعمله عدى المفاجآت والمنطق وعدى كل حاجة. المغرب رابع العالم اللي بتكسب بلجيكا وأسبانيا والبرتغال، بتيجي تخسر من جنوب أفريقيا 2-0.
المغرب اللي كان المرشح الاول انه ياخد البطوله بيخرج من البطوله في دور ال 16. ده اللي حصل النهارده. ده انا متهيألي ان ما عادش في بطل واضح للبطوله دي، والبطوله دي احتمال كبير جدا اللي يفوز بها يكون اول مره يفوز بيها. لك ان تتخيل ان فرقتين بس من الثمان فرق اللي صعدوا الربع النهائي هم اللي واخدين البطوله قبل كده. قد ما انا زعلان ان المغرب ودعتنا النهارده من البطوله، على قد ما انا فرحان ان اي ماتش بتفرجه في البطوله دي مفيش حد فيه مرشح بقوه تماما. ممكن المفاجاه تحصل في اي وقت، وهي دي الكوره وهي دي متعه الكوره. يعني منظر لعيبه المغرب وهما بيعيطوا بعد الماتش مش صعبانين عليا، والله ما صعبانين عليا، لان انتوا امكانياتكم احسن من كده واعلى من كده بكتير. جنوب افريقيا فرقه حلوه وكل حاجه وعملوا ماتش حلو وكل حاجه، بس المغرب يقدر ان هو يكسب. ليه ما تلعبش غير لما يخش فيك الجون الاول؟ المغرب قبل الجون الاول تقريبا ما لعبوش كوره، ما ضيعوش، ما شفتش المغرب اللي احنا متعودين عليه. عادي ضغط اول 10 دقائق وبعد كده خلاص. مع ان انت ممكن عادي جدا امكانيات لعيبتك تخليك ان انت تخش، ما تقوليش اصابات، ما تقوليش مش عارف ايه ولا اي حاجه. وحتى لما جات لك الفرصه ان انت ترجع بضربه جزاء دخل اشرف حكيمي وضيعها بشكل غريب جدا، شايطها وحش جدا. ما احنا شفنا كونغو هم بيشوطوا علينا بنالتيات عادي جدا، كل واحد داخل واثق في نفسه وبيحطها. اشرف حكيمي مش لعيب صغير عشان يخش ما هوش مركز يضيع البنالتي بالمنظر ده. يقدر ان هو يكسب ويقدر ان هو يحط الكرة في الجون ويقدر يعمل كل حاجه. ده اشرف حكيمي. ومنتخب المغرب منتخب قوي قوي بصراحه على ان هو يخسر 2-0 ويجي سفيان مرابط يطرد في الاخر ويطلع بالمنظر ده. بطوله غريبه طبعا وكل حاجه، بس انا كنت اتمنى ان المغرب تكسب، ان هم دول الوحيد اللي انا كنت شايف ان هم فيهم امل بصراحه. فزعلان منهم، زعلان منهم وعليهم والله. هارد لك للمنتخب المغربي. حبايبنا المغاربه ما تزعلوش، انا شايف في شماته كبيره بعد المباراه على السوشيال ميديا. انا ما كنتش هعمل فيديو والله، بس قررت ان اعمل فيديو ده. الناس الشمتانه دي يعني انا مش عارف ما عندهمش دم ولا ايه. احنا كان اخر امل لينا كمنتخبات عربيه، وانا بقول منتخبات عربيه رغم ان المدرب وليد الركراكي بيقول لا احنا مش منتخب عربي وبنمثل المغرب، يعني حاجات كده، بس لا انتوا في قلوبنا منتخب عربي وكان نفسنا تكملوا. فقدر الله ما شاء فعل. البطولة دي اللي يعني لا تعترف بأسماء ولا تعترف بتكتيك ولا مدربين أقوياء ولا الكلام ده كله. بقى في حسابات تانية وفي حاجات تانية بتحصل، معطيات تانية بتحصل ما نقدرش نتحكم فيها. فان شاء الله المغرب هتكسب البطوله دي لما البطوله تقام في اجواء يعني في طقس مظبوط، في ملاعب كويسه، في مصر مثلا، في المغرب، في بلادنا العربيه، عشان اللعيبه تقدر تلعب كره قدم مش تركز بره وجوه وسياسه حاجات غريبه كده بتحصل في بطولات افريقيا. فقدر الله ما شاء فعل. عندكم جيل تاريخي ان شاء الله يكمل ويحقق انجازات للمغرب سواء في كاس العالم او في بطولات افريقيا القادمه، وباذن الله هيطلع اجيال قويه جدا لمنتخب المغرب، لان انتوا عاملين خطه تطوير محترمه وعندكم محترفين كتير. فان شاء الله القادم افضل. ما تزعلوش. احنا ما عادش في منتخبات نشجعها كده، كل المنتخبات القويه والمنتخبات العربيه اللي احنا بنشجعها خرجت. فبطوله غريبه، وارد جدا انجولا تكسبها، كاب فيردي، غينيا، جنوب افريقيا حتى ممكن، وارد. ما عادش في فريقين كبار تقريبا لكوت ديفوار ونيجيريا، وممكن يخسروا الماتش الجاي ويخرجوا عادي يعني. فما تزعلوش، هي بطوله اصلا غريبه، كل الفرق المرشحه خسرت وخرجت. المهم سلامه اللاعبين. النهارده كمان كان عندكم اصابات كتيره مهمه جدا، لاعب زي حكيم زياش ده مهم جدا، لاعب زي بوفال مهم جدا. فقدر الله ما شاء فعل. كمان ضربه الجزاء يعني هو موقف خلاص غير المباراه. لو كانت ضربه الجزاء دي كانت دخلت كنتوا هتكسبوا المباراه، بس قدر الله ما شاء فعل. حاجات يعني بتاعت ربنا. ما تزعلوش، انا عارف احنا حسينا باحساسكم ده من يومين، لان كنا متعشمين في منتخباتنا بقوه، كنا متعشمين ان منتخباتنا دي توصل للنهايه او تكسب البطوله. فقدر الله ما شاء فعل مره اخيره، وان شاء الله القادم افضل لمنتخب المغرب، ولا عزاء للشامتين. تحياتي. احنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تدعمونا بلايك، واللي مازال ما مشتركش ما يخسر والو لو اشترك معنا وينضم معنا لهذا المنتدى ان شاء الله. وشكرا لكم والى